الاهم من قصة الفيلم اللي بنسبة كبيرة جدا هتشدك لاخر ثانية هو انك تصلي على نبينا محمد في التعليقات. ومن غير ما اطول عليكم يلا بينا. فيلمنا بيبدأ بكولت اللي بيكون مؤدي لاخطر مشاهد الاكشن في الافلام العالمية، وبيعرفنا كولت انه بيتمرمط حرفيا في كل مشهد، بس كله يهون عشان خاطر صاحبته القمر دي اللي اسمها جودي. وبنعرف كمان ان جودي تبقى مساعدة مخرج، وان امنية حياتها انها تكون مخرجة كبيرة لافلام الاكشن. وبنلاحظ ان الاتنين مستمتعين بشغلهم سوا، لكن في مشهد من المشاهد اللي اداها كولت بيعترض عليها توم رايدر بطل الفيلم وبيطلب منه يعيده تاني. ووقتها بنعرف من كولت انه اشتغل مؤدي مشاهد خطيرة لتوم رايدر بقاله اكتر من 6 سنين، لكن دلوقتي توم ما بيكونش عاجبه طريقة ادائه للحركة، وكولت بيكون زهق منه لكنه مش بيعترض لان جودي بتحبه جدا وهو بيأدي الحركات الخطيرة. وبعدها بيروح يجهز نفسه للمشهد، لكننا بنتفاجئ انه هينط من ارتفاع عالي جدا وللاسف بيقع على وشه وجسمه كله بيتدمر. وساعتها جودي بتجري ناحيته وهي خايفة عليه جدا، بس كولت بيقول لها ان كله تحت السيطرة، وكالعادة يعني بياخدوه بعدها يرموه في المستشفى. وبعد 18 شهر من الحادث ده بنقابل كولت مرة تانية، بس المرة دي وهو زعلان شوية، وبيعرفنا انه بطل الشغلانة دي لان الحادثة قسمت له ظهره نصين، وبسببها حالته النفسية بقت في الضياع، واضطر كمان انه يبعد عن جودي. ومع انها حاولت كتير تكلمه بس هو مش بيرد عليها لانه عاوزها تركز في شغلها عشان تحقق حلمها كمخرجة للافلام. وفي يوم بيديله مكالمة من جايل منتجة الافلام اللي بتقول له انها عاوزاه يشتغل معاها في الفيلم الجديد اللي هيكون بطله هو توم رايدر. واول ما كولت بيسمع اسمه بيرفض من غير ما يفكر، وبيفهمها انه اعتزل خلاص الشغلانة دي ومش ناوي يرجع تاني. فبتفاجئه جايل لما بتعرفه ان ده اول فيلم من اخراج جودي، وهي كمان اللي طلبت ان هو اللي يشتغل معاها في الفيلم. وساعتها بيتحمس كولت وبيوافق بدون حتى ما يفكر في الاصابات اللي اتعرض لها من شغله في الافلام. وتاني يوم بيسافر لمكان تصوير الفيلم، لكنه بيستغرب شويتين لما بيحطوه تحت جهاز معين وبيعملوا سكان على ملامح وشه وجسمه. فبتفهمه مسؤولة المونتاج ان دي تقنية جديدة بيستخدموها في التصوير عشان يقربوا ملامح وشه من ملامح بطل الفيلم الحقيقية. وبعدها بيروح كولت يسلم على صاحبه داني اللي بيكون منسق لمشاهد الاكشن، وبيسأله عن المخرجة جودي. فبيعرفوا داني ان المخرجة مشغولة جدا الفترة دي، وبياخدوا بعدها لمكان التصوير عشان يمثل اول مشهد ليه لان الوقت مش في صالحهم. وبيبدأ كولت ينفذ المشهد وبيكون اداؤه احترافي جدا، وكل الموجودين بيكونوا مبهورين بيه. وكالعادة بيطلعوه سليم من تحت العربية المتدمرة، لكن ساعتها بتشوفه جودي وبتكون مصدومة وبتسأل داني مين الحيوان اللي جاب الكائن ده هنا. فبيتجمد كولت مكانه وبيفهم ان جودي مش هي اللي طلبته اصلا للفيلم، وبيستغرب جدا لما بيلاقيها بتطلب من داني انه يشوف حد غيره. بس داني بيفهمها ان مفيش حد غيره حاليا، وكمان مفيش حد هيقدر ينفذ المشاهد الخطيرة اللي احنا بنعملها دي زيه. فبتاخده جودي بعيد عنهم عشان تفهمه انهم خدعوه وهي ما طلبتش من حد انه يشارك معاها في الفيلم. بس كولت وقتها مش بيهتم، وبيعرفها انه فرحان لان هي هتخرج اول فيلم ليها وانها اخيرا هتحقق حلمها. وبيبان على جودي انها لسه معجبة بيه، وعشان هي محتاجة مؤدي مشاهد ضروري فبتوافق انه يكمل معاها شغل. وبعد شوية بينفذ كولت المشهد المطلوب منه، لكن جودي وقتها بتقول له يعيد المشهد لان اداؤه كان ضعيف. بس قبل ما يعمل كده بتتكلم معاه من مكبر الصوت وبتحكي له قصة الفيلم، وبتعرفه انه فيلم خيال علمي لكن بقصة رومانسية. وبتكلمه بعدها عن بطل الفيلم واللي عمله مع حبيبته، وباين كده انها بتلقح عليه بالكلام ده. فبيفهم كولت ان هي زعلانة منه لانه بعد عنها من غير سبب ولا حتى مبرر، وعشان كده بياخد مايك هو كمان وبيدافع عن بطل الفيلم عشان يعرفها انه بعد عنها لانه كان عاوز مصلحتها، وده لانه كان فاكر انه لما يكون جنبها هيعطلها عن حلم حياتها. بس الواضح انها لسه مش طايقاه، وعشان كده بتخليه يولع في نفسه اكتر من 100 مره وهو بيعيد المشهد لحد ما خليته كولت مشوي. وبالليل لما بيخلص تصوير بيقرر انه يروح لغرفه توم بطل الفيلم، لكنه للاسف مش بيلاقيه. وساعتها بتدخل عليه جايل وهي مبسوطه جدا من ادائه المميز. فبيسالها كولت وهو متضايق ليه كذبت عليه، وفهمته ان جودي هي اللي طلبت انه يجي يشتغل معاها في الفيلم. فبتقول له جايل ان توم بقاله مده كبيره مختفي، والسبب هو انه متورط في مشاكل مع عصابه اجراميه خطيره. وساعتها بتطلب منه جايل انه يروح يدور عليه لحد ما يلاقيه ويقنعه انه يجي يكمل الفيلم. فبيستغرب كولت وبيقول لها طب ما تتصلي بالشرطه اسهل من العك ده، لكن جايل بتفهمه انها لو عملت كده وحد عرف ان توم مختفي هيسحبوا منها الفيلم وهيضيع عليها الميزانيه الضخمه اللي هي حطاها فيه. ده غير ان جودي كمان مش هتقدر تعمل اخراج للفيلم وتحقق حلم حياتها. فبيصدمنا كولت لما بيوافق عشان يساعد جودي اللي اصلا مش طايقاه. ووقتها جايل بتديله رمز الشقه بتاعت توم عشان يقعد فيها بدل ما ينزل في فندق، وبتقول له ان الاهم من كل ده انه ما يعرفش جودي باي حاجه بتحصل بينهم. وبعد شويه بيروح كولت ياخد عربيه من واحد صاحبه، لكن لما بيركبها بيشوف جودي ماشيه قدامه فبيفتكر ذكرياتهم سوا طول السنين اللي فاتت. لكن وقتها جودي بتفجعه لما بتخبط على ازاز العربيه، وبتلاحظ انه كان بيعيط زي العيال الصغيره. ولما بتساله ماله بينكر ده وبيقول لها انه بس تعبان شويه من الشغل. فبتعتذر له جودي لانها خليته يعيد المشهد مليون مره، وبتفهمه ان هي بتتعب جدا وامنيه حياتها ان الفيلم ده ينجح. فبيوعدها كولت انه هيساعدها ومش هيكون عقبه في طريق نجاح فيلمها الاول.
وبيعرفها ان عنده مشكله كبيره جدا، وهي ان الحاجه اللي بيحس بيها للاسف مش بيعرف يقولها. واللي بنفهمه منهم ان الاتنين طول السنين اللي فاتت دي محدش فيهم صارح التاني بحبه. وبعدها بيوصلها لعربيتها وبيروح على شقه توم وبيدخل الرمز اللي اخده من جايل، وبيفضل يلعب في مقتنيات توم. وبعدها بيقرر انه يعمل نسكافيه، لكن فجاه بيلاقي واحده بتهجم عليه بالسيف وبتكون عاوزه تقتله، فبيجري منها بسرعه وبيتفادى ضرباتها بالعافيه، لكنه بيتعصب جدا لما بتوقع له المشروب بتاعه. بس هي ما بتهتمش وبتكمل هجوم عليه لحد ما بيكتشف كولت ان السيف اللي معاها ده مزيف. وبيعرف كمان انها انجي بطله الفيلم واللي بتساله عن سبب وجوده في شقه توم، فبيقول لها انه جاي يدور عليه لانه بقاله مده كبيره جدا مختفي ونسى انه عنده فيلم بيمثل فيه. وساعتها انجي بتعرفه ان توم بقاله مده مش بيجي هنا، وبتقول له انه كان متعود يسهر في الملهى الليلي اللي موجود في المدينه. وكولت وقتها بيقرر انه يروح للملهى الليلي، بس الاول بيغير هدومه كلها عشان يبان انه غني ويسمحوا له بالدخول. وهناك بيشوفوا صاحب المكان اللي اسمه دون وبيتعرف عليه بسهوله، وكمان بيعزمه على كاسين. فبيساله كولت عن توم رايدر لانه بيدور عليه من الصبح ومش لاقيه، لكن دون وقتها مش بيديله عقاد نافع. وكولت بيكتشف ان المشروب اللي جابه له فيه مخدر، فبيشغل دماغه ومش بيشربه كله. وساعتها رجاله دون بتقرب منه عشان تخطفه هو كمان، بس كولت بيقوم يكسر عظمهم واحد ورا التاني بازاز الويسكي لحد ما بينيمهم. ودون وقتها بيترعب من مهاراته وبيطلع يجري من المكان بسرعه وبيروح يركب تاكسي عشان يهرب منه. بس كولت بيروح وراه وبيستخدم جسمه اللي بقى عنده مناعه من الحوادث عشان يوقف التاكسي اللي راكبه دون. وبعدها بيقوم يجيبه من قفاه وبيهدده انه هيقتله لو ما اتكلمش. فبيخاف منه دون وبيقول له انه ملوش علاقه باللي حصل لتوم، وبيعرفه ان مدير اعماله هو اللي عطاله فلوس وطلب منه يخدره ويخطفه. وساعتها كولت بيتعصب عليه وبيساله عن المكان اللي هو خطفه فيه، فبيوصف له دون فندق معين في المدينه، وبيقول له انه لما يوصل لهناك يسال عن كيفن، واول ما يقابله يقول له انه عاوز طبق الفاكهه وهو هيعرفه مكان توم. وللاسف كولت بيصدقه وبيروح للفندق وبيفضل يتكلم مع موظفه الاستقبال اللي مش فاهمه منه اي حاجه. واول ما بيلف وشه بيلاقي جودي قدامه، فبيتوتر وبيقول لها انت جميله قوي النهارده. لكن جودي بتساله عن الهدوم الغريبه اللي هو لابسها ومين اللي داس على وشه، فبيعرفها ان شنطته للاسف اتبدلت مع شخص تاني في المطار، وانه لما كان بيجري وقع من على السلم وبقى زي ما انت شايفه كده. وساعتها بتظهر جايل قدامهم وبتاخد جودي وبتمشي بحجه ان هم هيراجعوا مشهد من الفيلم. وفي الوقت ده بيوصل كيفن وبيقول لكولت انت بقى اللي عاوز طبق الفاكهه صح؟ فبيقول له ايوه بالظبط كده، وبياخد بعدها منه مفتاح غرفه توم وبيطلع له. لكن للاسف المفتاح مش بيرضى انه يفتح، وبيضطر انه ينزل ياخد واحد تاني من كيفن، بس برضه مش بيشتغل يا مولانا. فبيتعصب كولت وبيكسر الباب وبيبدا انه يدور على توم في كل حته، لكنه مش بيلاقي غير الحصان ده. وبتجيله في الوقت ده مكالمه من جودي اللي بتفضل تتكلم معاه عن بطل الفيلم، وباين كده انها رجعت تحبه زي الاول. لكن كولت وقتها بيضطر انه يقفل معاها عشان يكمل بحثه عن توم. واول ما بيدخل الحمام بيتفاجئ بجثه متجمده في البانيو، وبيعرف انه هنري مؤدي المشاهد في افلام توم. فبيتحرك بسرعه من الفندق وبيتصل بجايل وهو مخبي وشه من الكاميرات، وبيعرفها اللي حصل وبيفهمها انه قرر يبلغ الشرطه. لكن جايل بتهزقه وبتطلب منه ما يبلغش الشرطه لانه هيكون مشتبه فيه، وبتأمره انه يهرب وهي هتتصرف. واثناء مكالمته معاها بيتفاجئ كولت بظابط قدامه بيقول له يمشي حالا بدل ما يديله مخالفه. بس كولت الغبي بيقول له عن جريمه القتل اللي هو شافها، وبياخده كمان للفندق عشان يوريها له. لكن المفاجاه انهم مش بيلاقوا جثه اصلا، وواضح كده ان دي اثار المخدر. وتاني يوم بيتكلم كولت مع داني وبيحكي له اللي حصل، بس هو كمان مش بيصدقه وبيقول له ان نفسه يعمل دماغ من النوع اللي هو شرب منه. وساعتها بتجيلهم جودي وبتطلب من داني انه يروح يجهز اللوكيشن. وبتفاجئ بعدها كولت ان هي مش هتستنى توم لحد ما يرجع، وان هو اللي هيصور كل مشاهد الاكشن وهي هتبقى تعدل ملامحه بعدين. فبيفرح كولت وبيبدا على طول تصوير المشاهد، وبيبان عليه انه مستمتع بالموضوع واداؤه بيكون مميز جدا. وبعد ما بيخلصوا بتجيله جودي وبتعرفه ان هي رايحه حفله الكاريوكي، وبتقول له يحصلها على هناك لما يخلص. وكولت طبعا بيوافق وبيروح بسرعه يغير هدومه عشان يروح الحفله. لكن وقتها بتيجي جايل تديله تذكره سفر وبتطلب منه يسيب البلد ويمشي لان الموضوع بقى اخطر من الاول. بس كولت بيفهمها انه المفروض دلوقتي رايح يقابل جودي في الحفله. لكن جايل بتقول له ان هي هتعرفها ان هو مش جاي، وبتطلب منه يتحرك بسرعه قبل ما الطياره تفوته. ولما بتمشي بيسمع كولت بنت اسمها الما شغاله معاهم في اللوكيشن، وهي بتقول ان جودي الغلبانه فيلمها مش هيكمل لان البطل مش هيظهر تاني. وساعتها كولت بيشك انها عارفه حاجه عنه، وبيقرر انه يراقبها. وبيفضل مستنيها لحد ما بيلاقيها خارجه من البيت ومعاها الكلاب اللي بتأدي المشاهد في الافلام. فبينزل يسلم على كلب منهم، وبنفهم ان كولت اصلا كان بيمثل مع الكلب ده في مشاهد كتير، وعشان كده الكلب عارفه كويس. وبيقرر بعدها انه يوصل الكلاب مع الما، وبيسالها عن اخر مره شافت فيها توم رايدر. فبتعرفه انها شافته قبل تصوير الفيلم بيومين لما كان عامل حفله في شقته. لكن بعدها بيوم جايل اتصلت بيها وهي متعصبه جدا، وطلبت منها تروح تدور على تليفون توم لانه وقع منه. بس هي لما لقيته رفضت انها تسلمه لجايل. وبتعرف كولت انها حاسه ان التليفون ده عليه حاجه مهمه جدا ممكن توديه في داهيه. وبتعرفه انها مش هتلاقي حد تثق فيه
وتامنوا على التليفون ده غيره. واول ما بتديله التليفون بتظهر عصابه متنكره في زي عمال نظافه وبيخطفوا الما بعد ما صعقوها، وساعتها كوليت بيجري ياخد الكلب وبيروح وراهم بالعربيه عشان ينقذ الما. وفي الوقت ده جودي بتكون في الحفله مستنيه كوليت، لكن جايل بتروح تقعد معاها وبتعرفها انه مش جاي وانه سابها وسافر. فبتتصدم جودي لانه ما وفاش بوعده ليها، وبتقوم تغني اغنيه حزينه جدا. انتوا عارفين بقى البنات في النكد ما بيتفهموش. وفي ناحيه تانية بيقدر كوليت انه يوصل للعربيه وبيخلي الكلب يهجم على واحد من العصابه دي، والكلب مش بيتوصل حقيقه. وبعدها بينط كوليت من عربيته لعربيتهم وبيودع الراجل ده قبل ما يرميه، والتاني لما بيهجم عليه بيخلي الكلب يعمل معاه الجلاشه. وبالعافيه بيقدر كوليت انه يرجع للعربيه تاني، وبعدها بيخلي الكلب يروح لكابينه السواق عشان يساعد الما. لكن واحد من العصابه بيجي يهجم عليه وبينزل ضرب في وشه، وكوليت بيحاول يتصدى ليه بكل الطرق لحد ما بيقدر انه يتغلب عليه وبيرميه بره العربيه. والما هي كمان بتشتبك مع السواق وبتفضل تديله بالشلالات واليدات لحد ما بترميه من العربيه، لكنها بتدوس على الفرامل فجاه وبتطير كوليت بره العربيه في الشارع. فبتتصدم الما من اللي حصل، لكن كوليت بيشاور لها وبيعرفها انه سليم وما حصلوش حاجه. وبعدها بياخد الكلب وبيجري بسرعه على الحفله عشان يقابل جودي، لكنه للاسف بيوصل متاخر وبيعرف من دان انها مشيت من بدري. فبيقعد ياخد مشروب معاه وبيحكي له اللي حصل، وبعدها بيقرروا هما الاثنين انهم يروحوا لشقه توم عشان يدوروا على الباسورد بتاع تليفونه. وبيفضلوا يوم كامل يجربوا في الرموز اللي في شقته لحد ما بيلاقي دان وبيقدر يفتحه. وبيبداوا يشوفوا الفيديوهات اللي عليه لحد ما بيلاقوا فيديو لتوم وهنري وهم سكرانين تينا، وقرروا انهم يعملوا مباراه قتاليه بينهم. لكن المفاجاه ان توم وجه ضربه قويه جدا لهنري بالغلط وخلص عليه. واثناء صدمتهم بتيجي مكالمه لدان من فينتي زميلته اللي بتطلب منه يتفرج على نشره الاخبار بسرعه. ولما بيعمل كده بيتجمد مكانه اول ما بيشوفهم جايبين خبر موت هنري، وكوليت هو المتهم الاول بعد ما رجعوا تسجيلات الكاميرا. وفي الوقت ده كوليت ما بيكونش عارف هيتصرف ازاي، وبيقرر انه يكلم جودي عشان يعرفها الحقيقه، بس هي مش بتاخد بالها اصلا من الموبايل. وساعتها بتظهر نفس العصابه اللي كانت هتخطف الما عندهم وبيقتحموا الشقه عليهم وبيهاجموهم. وبنعرف ان العصابه دي عاوزه التليفون بتاعتهم باي شكل وباي طريقه. وبعد معركه شرسه بينهم بيطلع كوليت التليفون عشان يديه لدان ويخليه يسلمه للشرطه، لكن فجاه بتيجي طلقه في التليفون وبتدمره نهائيا. فبيشتبكوا هما الاثنين مع العصابه وبيكسروا عظمهم، وكوليت وقتها بيهدد واحد منهم بالمسدس وبيطلب من دان انه يخرج بسرعه يامن لهم المكان عشان يهربوا. لكن فجاه المجرم بيقدر ياخد منه المسدس وبيضرب عليه النار وللاسف بيقتله. وبعدها بيتصل بالزعيم بتاعه وبيعرفه اللي حصل، لكننا بنتفاجئ ان كوليت لسه عايش وبيطلع يجري منه. فبيضرب عليه النار عشان يقتله، لكنه بيتفاجئ ان المسدس طلع مزيف. ولما بيطلع كوليت فوق المبنى بينط بسرعه على الشاليه اللي قصاده، لكنه بيتفاجئ ان توم موجود هناك وبيأمر رجالته يروقوه. واول ما بيفوق كوليت وبيلاقي توم قدامه بيطلب منه يسلم نفسه للشرطه لان هو اللي قتل هنري. لكن وقتها بيضحك توم وبيقول له ان دي فرصته عشان يقتله هو كمان. وبيصدمه لما بيعرفه ان هو اللي كان السبب في الحادثه اللي حصلت له من سنه ونص، وده لانه كان واخد شهره كبيره جدا بسبب المشاهد اللي كان بينفذها مكانه. وتوم وقتها كان خايف انه يسرق منه النجوميه، وعشان كده طلب انه يعيد المشهد وعطل الحبل اللي كان متعلق فيه كوليت عشان يخلص منه. وبيعرفه كمان ان هنري استهزأ بيه في الحفله لانه بيخاف جدا من تنفيذ المشاهد الخطيره، وعشان كده قرر انه يتخلص منه هو كمان. وبعد ما قتله اتصل بجايل ومثل عليها ان هو خايف ومرعوب لانه للاسف قتل هنري. وجايل وقتها طمنته وعرفته انها هتلاقي حل للمشكله دي، لان الشرطه لو قبضت عليه هتخسر كل فلوسها وكمان سمعتها كمنتجه للافلام. وعشان كده اتفقوا انهم يخلوه يرجع للتمثيل تاني، وكمان وقفوه قدام جهاز التصوير واخدوا ملامح وشه وركبوها على الفيديو اللي توم موت فيه هنري. وجايل قدرت انها تخدعه بقصه اختفاء توم من اللوكيشن عشان تخليه يدور عليه، وبعدها تقتله بطريقه تبان ان هو اللي انتحر بعد ما قتل هنري. وبعد ما الخطه بتاعتهم فشلت بيسالوا توم على التليفون بتاعه اللي موجود معاه، لكنه بيتصدم لما بيعرف ان التليفون بتاعه اتدمر، وعشان كده بيأمر رجالته انهم يغرقوه بنزين ويولعوا فيه وبيسيبهم وبيمشي. والرجاله بتنفذ كلامه وبيفضوا كميه كبيره جدا من البنزين على وشه وجسمه، لكن قبل ما يولعوا فيه بيبخ عليهم كل البنزين اللي كان مخبيه وبيولع فيهم كلهم. وبعدها بيجري بسرعه على مركب قدامه لحد ما بيوصل لها وبيحاول يهرب منهم. وفي ناحيه تانية جايل بتروح لجودي وبتعرفها ان كوليت متهم بقتل هنري، لكن جودي مش بتصدقها لانها عارفه ان كوليت قطه مغمضه وبيخاف اصلا من خياله. فبتقول لها جايل انهم وصلوا الفيديو كوليت ظاهر فيه وهو بيقتله، والفيديو دلوقتي بقى في كل نشرات الاخبار. وبنرجع لكوليت وهو بيحاول يهرب من رجاله توم اللي بيضربوا عليه النار، وبيقدر انه يستخبى منهم في المينا. وجودي وقتها بتتصل بيه عشان تفهم منه اللي حصل، فبيقول لها كوليت انه ما قتلش حد وبيبدا يحكي لها اللي حصل معاه. لكن فجاه رجاله توم بتوصل له وبيضربوا النار عليه، وجودي وقتها بتقلق جدا وبتساله عن مكانه، بس هو بيضطر انه يقفل المكالمه. وبعدها بيجري بالمركب وبيحاول يهرب منهم باي طريقه، لكنه للاسف بيفقد السيطره وبيلبس في محطه البنزين وبيحصل انفجار ضخم جدا. ورجاله توم وقتها بيتاكدوا انه مات بسبب الانفجار،
وبيبلغوا جايل فورا باللي حصل، وهي طبعا بتتصل بجودي وبتعرفها ان حبيبها للاسف انتحر. وجودي بتكون مش مصدقه انه مات في الانفجار، وبتفضل طول اليوم تعيد الفيديو اللي ظهر في الاخبار اكتر من مره. لكن فجاه بيدخل عليها شخص متنكر في لبس فضائي وبيقرب منها، بس جودي بتهجم عليه وبتكسر وشه من الضرب وبتغرس كمان القلم في رجله. وبعد ما سفلتت وشه اكتشفت انه كوليت اللي كان متنكر، لان العالم كله عارف انه مات في الانفجار. فبتفرح جدا انه لسه عايش وبتعرف منه اللي حصل. لكن دلوقتي مفيش اي حاجه تبرئه من القضيه دي، لان التليفون اللي عليه الفيديو الاصلي اتدمر. لكن جودي بتقول له ان عندها حل يخلي توم يعترف بكل حاجه وكمان قدام العالم كله. فبيستغرب كوليت من كلامها، بس هي بتفهمه انها هتعمل خطه ذكيه اثناء تصوير الفيلم. وفعلا بتروح جودي تاني يوم تتكلم مع توم وبتقول له انها عايزاه يصور مشهد العربيه وهي بتنط الناحيه التانيه من الجبل. وطبعا توم بيخاف جدا لان ده مشهد خطير، وجايل بتعترض هي كمان على تنفيذه. فبتفهمهم جودي ان العربيه اصلا مش هتتحرك من مكانها وانها هتعمل كل حاجه بالخدعه البصريه. وفعلا بتقدر تقنعهم ينفذوا المشهد، بس قبل ما توم يركب العربيه بتكلبش جودي ايده وبتعرفه ان ده هيخلي المشهد مثير اكتر. فبيقتنع توم وبيبدا يمثل المشهد المطلوب منه. لكن فجاه بيلاقي كوليت بيركب جنبه من غير اي مقدمات، بيسوق العربيه بسرعه جنونيه. والمفاجاه الكبيره اللي مخبيها جودي هي انها خلت الكاميرات كلها تصور اللي بيحصل. ورجاله توم وقتها بيروحوا وراه بالعربيات، بس جودي بتكون عامله حسابها وبتخلي داني يلغم الطريق كله وبيبدا يفجرهم. وعربيه توم كانت هتتقلب هي كمان، بس كوليت بيلحق نفسه. وطبعا توم بيكون مرعوب جدا لان كوليت بيسوق زي المجنون. وكوليت وقتها بيجرجروا في الكلام لحد ما بيعترف ان هو وجايل اللي خططوا عشان يلبسوه جريمه قتل هنري. فبيفرح كوليت جدا وبيزود السرعه عشان ينفذ مشهد نطه العربيه الخطير من فوق الجبل. لكننا بنشوف جايل وهي رايحه لمهندس الصوت وبتبدا انها تهدده عشان تاخد منه جهاز التسجيل اللي عليه اعتراف توم. ولما جودي بتاخد بالها بتروح عشان تمنعها، بس وقتها بيجي 2 من رجاله توم وبيهجموا عليها. لكن جودي مش عظمه طريه زي ما هم فاكرين، وبتشتبك معاهم بكل قوتها. والكلب وقتها بيجي يساعدها وبيقدروا يكسروا وشهم. وفي اللحظه دي جايل بتاخد توم وبتركب الطياره عشان يهربوا من المكان بالاعتراف بتاعه. فبتجري جودي هي وكوليت على عربيه الكاميرا وبتعلقوا في الحامل بتاعها، وبعدها بتوجهوا ناحيه الطياره عشان توصلوا ليهم. وفعلا كوليت بيقدر يتعلق في الطياره وكمان بيدخل يشتبك معاهم عشان ياخد الاعتراف منهم. وفي الوقت ده بنشوف داني وهو بيسحب وساده كبيره جدا بعربيته وبيقف بيها تحت الطياره عشان لو حد فيهم وقع يلحقه. وبنرجع لكوليت اللي بيحاول بكل الطرق انه ياخد الاعتراف منهم، بس توم بيقدر يوقعه من الطياره وكان فاكر انه اتخلص منه، ما يعرفش ان كوليت غفله وطلع من الناحيه الثانيه. وبيقدر بعدها كوليت انه ياخد التسجيل منهم وبينط من الطياره وهو في قمه انكشاحه. وبينزل بكل هدوء على الوساده الكبيره، وهناك بتجيله جودي عشان تطمن عليه وبتفرح جدا انه سليم وكمان معاه دليل براءته. وبعد مده قصيره بيتعرض الفيلم اللي من اخراج جودي، والمفاجاه الكبيره انه بينجح جدا وبيحقق ايرادات عاليه بعد ما غيرت بطل الفيلم ببطل حقيقي. وبعدها بنشوفها وهي مع كوليت وبنعرف انهم اتجوزوا ورايحين يقضوا شهر العسل. ولحد هنا يا صديقي العزيز بيخلص فيلمنا. اتمنى لو عجبك الملخص تعمل لنا لايك وشير للفيديو، وما تنساش طبعا تقول لنا رايك في قصه الفيلم مع تعليقك الجميل. وطبعا لو اول مره تشوفنا اشترك وفعل التنبيهات عشان تتابع كل جديد بنقدمه في اسد الملخصات. ده غير اني سايب لك 4 افلام اجمد من بعض، اختار اي واحد فيهم ويلا سلام.